السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأتم صحة وأحسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. ونذكر الله، أهم حاجة نذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا إله إلا الله. طبعا بقى السوق، مشتريات السوق يا جماعة، الأسعار حرفيا مش حلوة خالص في السوق. بقى ربنا يعني يرحمنا بقى. طبعا الطماطم ب50 جنيه يا جماعة. مش عارفة هي الطماطم بعد ما نزلت شوية رفعت تاني ليه. يلا بقى الحمد لله على كل حال. جبنا بقى طماطم، هو ده كيلو طماطم ب50 جنيه. وبصل، البصل الأحمر ده بقى بصل حلو كده ما شاء الله. بصل كبير وصغير، طبعا أنا بحب عادي يعني أستخدم البصل الصغير والكبير ما بتفرقش. هنا بقى جبت 2 كيلو زي ما انتم شايفين، ال2 كيلو ب15. في بيبيعوا ب10، وفي بيبيعوا الكيلو وربع ب10، وفي بيبيعوا اتنين ب15. انتوا بتجافيش على حد معين يعني، بس بتسألي حد واتنين وتلاتة وبتشوفي بقى. طبعا والبطاطس بقى الكيلو ب12 ونص، 2 كيلو ب25. تمام. اهو شوية يعني مشتريات كده بسيطة، بتشتري بقى احتياجاتك لبيتك. والأسعار بقى ما اقول لكمش يعني جماعة. وهنا بقى الخيار كان الصبح بقى كان الكيلو ب20. بعد كده الكيلو بقى ب10. اهو هنا بقى الخيار ده جبت الكيلو ب10. برضه يعني بيبقى اول السوق مش زي في اخر السوق يعني. اهو طبعا زي ما انتم شايفين الخيار خيار حلو كده، الكيلو ب10. والحمد لله على كل حال. وبقى حابة أشكر اللي اشتركوا في القناة، وجودكم في قناتي شرف على راسي من فوق. طبعا بقى هنا جبنا بدنجان برضو الكيلو ب10. بصوا بقى أنا مشكلاهم شوية من اللي هو الصغير ده ومن البدنجان الطويل ده زي ما انتم شايفين اهو، البدنجان الطويل. بقى البرنجان احنا بقى بنسلقه وبنخلله يعني بيبقى طعمه حلو خالص. وهنا بقى جبت شطة حمراء على خضراء، يعني شكلتها برضو مع بعض. ما جبتش شطة واحدة معانا، انا بحب الشطة الحمراء دي خالص، بعملها هريسة وبستعملها في كل حاجة. والشطة الخضراء بقى بنبقى محتاجينها برضو في اكلات. طبعا جبت نص كيلو ب15، الكيلو ب30. حبيت بقى اشارككم مشترياتي، يا رب الفيديوهات تعجبكم، واتمنى انكم تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك. وهنا بقى جبنا البرتقان الكيلو ب15. طبعا ده برضو كيلو برتقان زي ما انتم شايفين. وهنا بقى عنب. الكيلو ده بقى العنب ب30 جنيه. زي ما انتم شايفين هو حلو يعني وكل حاجة، بس بتبقى فيه يعني عنب أغلى من كده، بس ده برضو حلو. ب30 الكيلو. وبرضو جبت رز من ضمن المشتريات بتاعة النهاردة. الميزانية بتاعتك بقى بتبقى انت عارفة نفسك بتشتري ايه ومحتاجة ايه لبيتك وبتجيبيه. طبعا وهنا بقى سلك، برضو كنت محتاجة سلك ألمونيا من ده. وبس كده بقى أكون وريتكم المشتريات، أبرركم هنا على الجرب. اهو طبعا هنا الرز البرتقان زي ما تقولوا برتقان والعنب والخيار اهو والبصل اهو ما شاء الله البصل حلو. والطماطم بقى اللي هي يعني مجنونة زي ما بيقولوا. والفلفل الحامي اهو، الشطة الخضرا دي، والبطاطس. طبعا يعني المشتريات دي الحاجات دي أساسية البيت بيحتاجها يعني. والبدنجان. وبس كده. طبعا هنا بقى حبيت برضه ارص معاكم الحاجات في العلب البلاستيك. طبعا هنا بقى رصة العنب زي ما انتم شايفين كده اهو، برصه في العلبة. انا ما بغسلش الفاكهة غير بعد يعني لما بنيجي نستعملها، نيجي بناكلها ناكلها بغسلها. لكن الحاجة بحس لما بتتغسل
يعني ما بتعيش عمر اطول في التلاجة. وهنا بقى البرتقان برضو برصه في بتاع الستانلس دي، الموجور الستانلس. وهنا برضو الطماطم برضو برصها بقى. ده بقى الطماطم ما شاء الله هي غالية جوي، بس يعني بنجيها واحدة من واحدة. وبقى الخيار برضو رصيته في العلبة بتاعته. انا بقى برص الحاجات اللي انا عايزة برصها في العلب وبحطها في التلاجة وبسحب منها بقى. زي ما انتم شايفين. وبس رصيت هنا الباذنجان طبعا سبته في الكيس بتاعه، في الكيسة بتاعته، لان انا كده كده يعني هسلقه، هخلله يعني. بس فسبته في الكيسة بتاعته، والشطة سبتها في الكيسة بتاعتها، لان برضو هعملها هريسة.